15 ديسمبر سيكون لقاء وفاق الصيف الجزائري والكويت الكويت. بالامس طبعا شاهدنا اللاعبون اصحاب الباع الطويل في كرة القدم والمشاركات الكبيرة، هناك ماجد عبد الله وهناك ايضا نجيب الامام، محاولة في التسديد ولكن كرة سهلة تصل الى حارس، سهلة لحارس المرمى سمير حجاوي. هذه عادة الاشتراك كان رياض بن شاد او اعاد حاول اعادتها الى الناحيه اليمنى الهجوميه في فريق نادي وفاق الصيف ولكن لم ينجح. هناك محاوله من سعد الحادي ومعها ايضا في زمن شوط المباراه الاول. عموما هي الركنيه الاولى في المباراه عموما، وهذه الاعاده سنشاهدها لانه فيها افاده عن كره يتحدث عنها النصراويين عموما. عالية على القائم القريب ومبعدة من الدفاع الى خارج الملعب، رمية جانبية لصالح فريق نادي النصر. تبعد من عادل معيزة قلب الدفاع لفريق وفاق الصيف والكرة الى خارج ارض الملعب. هناك اصابة لسمير حجاوي، سلامات. اشتراك في هذه الكرة اللي كان مع سعد الحاتي وسمير حجاوي. هنا ايضا اعادة لبعض الكرات السابقة. عموما يعني خلال الدقائق الماضية نحن نلعب في الدقيقة 38 من زمن شوط المباراة. تواجد اللاعبين في حائط صد البشري، كرة على قصة تحت الجزاء والتنفيذ من بلاك. كرة أمامية نصراوية. سعد الحاتي. 10 دقائق تمر من زمن شوط المباراة الثاني، تقدم لوفاق الصيف بهدف مقابل لا شيء عن طريق المتألق وصانع الألعاب والهداف. هنا استلام ومرور وتسليم الى سعد الحاتي، سعد الى بلانكو، بلانكو لضياء هارون، ضياء هارون بيحاول الكرة امامية لسعد الحاتي، سعد بيحاول الحق بالكرة قبل خروجها، بالفعل يستطيع ولكن هناك اشارة من الحكم المساعد الثاني، اشارة من الحكم المساعد الثاني لخروج الكرة الى خارج ارض. سليمان رحو عرضية للنصر، تتخلص الان مقطوعة للنصر الى سعد الحاتي، سعد يحاول التمرير امامية لطلال ولا وجود للتسلل، طلال تعود له الكرة مرة اخرى، عرضية امام المرمى، هدف، هدف التعادل للنصر. الدقيقة 15 تشهد تألق لطلال المشعل والتفاهم الكبير بين سعد الحارثي وطلال المشعل يفرح الجمهور اللي حاضر في استاد المنفصل بن بن عبد العزيز. وهدف التعادل النصراوي يأتي في وقت مبكر مع الربع ساعة الأولى من زمن شوط المباراة الأول. حضور شرفي كبير، فرحة كبيرة في استاد المنفصل بن عبد العزيز في مدينة الرياض. بالفعل يعني صاحب الأرض والجمهور فريق نادي النصر سيكون وسيواجه أيضا فريق وفاق الصيف في مباراة العودة. الأرض والجمهور يلعبوا دور كبير. شوف التمريرة والخروج من بين الدفاع ولا وجود لتسلل حتى مع متابعة الحكم المساعد الثاني. وطلال المشعل لف مع الكرة بعد مرورها من حارس المرمى سمير حجاوي، وضعها وبرأسية من مدافع فريق وفاق الصيف. سنرى من هو المدافع، اعتقد انه هو عادل معيزة. وعموما تسجل في المرمى سواء عادل معيزة سواء رياض بن شادي. الهدف الاول لصالح فريق نادي النصر يسجل، وهدف التعادل عن طريق طلال المشعل، عن طريق طلال المشعل. هذه الكرة اللي مر فيها طلال من حارس المرمى ويضعها، وبالفعل رياض بن شادي يشدو للنصراويين في مرمى فريقه هدفا نصراويا يحرز به النصر السعودي التعادل. والفرحة في المدرجات ايضا بهذه الالوان وبهذا التواجد. هدف لهدف في لقاء المجموعة الثانية والدور ربع النهائي، وربع ساعة من زمن شوط المباراة الثاني. لكن يعني التعامل كان في التمرير اللي كان بين سعد الحاتي وبين طلال المشعل يدل على التفاهم الكبير وعلى الفعالية اللي بيكون عليها طلال المشعل وسعد الحاتي. لاعبان في حائط صد البشري، خالد السلامة يسدد والكرة أرضية، سمير يبعدها الى خارج ارض الملعب. سمير ايضا العتاب والملامه للمدافعين، والتسديده قويه. خالد السلامه لاعب يجيد التسديد، ارضيه جات وسمير على الرمق الاخير يبعدها. هنا الركنيه عاليه ايضا سمير حجاوي لحارس المرمى لانه ممكن تكون خادعه لحارس المرمى. هنا اصابه لسعد الحاتي، ان شاء الله يقوم بالسلامه بحيث
محاولة لعب كرة عرضية. احمد سعد يحاول لعب كرة عالية داخل منطقة الجزاء. سعد الحارثي تمريرة تصل امام المرمى ومبعدة من الدفاع الى خارج ارض الملعب. عادل معيزة يبعد كرة الى خارج ارض الملعب وركنية ثانية لصالح فريق نادي النصر. سعد ما شاء الله يتحرك بشكل كبير. هذا عادل وكان يحاول طلال ايضا الدخول في هذه الكرة واستغلال الخطأ. ركنية تتنفذ الان نصراوية. عالي من احمد الخير والمحاولة رأسية امام المرمى تتخلص. تعود لازر الحاج عيسى للامام الى يسعد بورحلي وامام المرمى او امام دائرة خط المنتصف. الجزاء فريق وفاق سطيف كان ممكن العودة بمرتدة من 4 لاعبين. هناك احد لاعبي فريق نادي وفاق سطيف في ارض الملعب، ان شاء الله يقوم بالسلامة. خير احمد عرضيه الى دينيلسون. دينيلسون في محاوله صالح فريق نادي النصر. ما تزال هجمه نصراويه. دينيلسون اماميه جميله للناحيه اليمنى الى عبد الرحمن البيشي. عبد الرحمن اماميه الى سعد الحارثي. سعد عرضيه امام المرمى تتخلص من الدفاع. حلوه في رسمتها، حلوه في محاولتها، مقطوعه لصالح فريق نادي الى خارج ارض الملعب. هنا محاوله من سعد الحارثي. سعد يقوم بجميع المهام والتسديد الى خارج ارض الملعب، الى خارج ارض الملعب والى ركله مرمى لصالح فريق نادي وفاق سطيف. التغيير الاول ياتي لوفاق سطيف بدخول الياسين دراج، وسنرى سيكون بديلا لمن.